بعد حالة الترقب التي غدتها الإشاعات المتداولة حول إلغاء الحكومة لأي زيادات تصب في معاشات المتقاعدين بسبب الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، الجهاز التنفيذي يخالف التوقعات ويقر زيادات 2.5% في معاشات 2.8 مليون متقاعد، لكن في نظر هذه الشريحة ذر للرماد في العيون. الزيادة هذه ماشي زيادة، يقول لك 2% ونهار تروح تشد دراهم يزيدوا لك 20,000 30,000، إلا يزيدوها في البريد ولا في النات يفهموا الناس. نورمالمون يشوفوا لو نيفو دو في اكتيالمون، القدرة الشرائية. دوك القدرة الشرائية هذه تهم واحد اللي عنده كما يقولها صاحبي 10 ملايين 12 ملايين، بصح انا 2 ملايين كي تقيسوا شحال 70,000، واحد الوقت كنديروا 5 7 شوية. بصح دير 2,5 والله غير عيب. يا خويا هاد لا روترات هادي نتاع 2.5% هادي سي طرفابل ضعيفه، على خاطر كاين بعض الناس اللي مازال ما لحقوا السميك، كي يزيد لهم 25,000 في المليون سي انسيفيزونت هذيك. هذه الزيادات وإن تعدت في مجملها 20 مليار دينار تضخ في حسابات المتقاعدين ابتداء من الشهر القادم وبأثر رجعي ماي الجاري لا تتعدى قيمتها عند الكثير من هؤلاء سقف 1000 دينار. لو نوم تاع لي روتريتي بار لو طو 2,5 راهي 10 ملاير وزياده، ناقصهم قليله على كل حال باسكو على جال لو مود دو في. لو مود دو في تاع دركا اللي راه ارتفاع ايليفي، والدينار تاعنا راه ايفالوي راه هابط بالبزاف. 2.5 انا كي درت حسابي صبت عندي 70,000، وكاين اللي ما اقل مني، كاين اللي مسكين 50,000. 50,000 هذه فاش 2.5 لا واسع 20 مليون في الشهر، هذاك يزيد 2.5 ملي ما بلحقش السميك كازيد له انت 2.5 زيد له 25,000 مسخر بيا ولا كيفاه؟ خطوة الحكومة وإن جاءت لتفند الإشاعات والشكوك حول عدم مقدرة الجهاز التنفيذي على الحفاظ على منظومة التقاعد بسبب تبعات الأزمة الاقتصادية التي امتدت لتشمل صندوق التقاعد أيضا وتدخله في مرحلة حرجة قد تدوم طويلا، فالاعتماد على تمويل الصندوق من عائدات النفط لسنوات يجعله غير قادر على الاستمرار مستقبلا أمام تقلص مداخيل المحروقات.